صافي جا العام الجديد، جا العام الجديد وكل وحده وشنو قالت مع راسها. وحده قالت عام داز هو عام جاي، الايام كتشابه ما كاين ما يدار، احنا غاديين. وحده كتقول اشنو درت في هذا العام اللي فات، اشنو قديت، اشنو نتجت، اشنو صاوبت، اشنو بدلت، اشنو حيدت، شكون اللي كان معايا، شكون اللي ما بقاش معايا. وكاينه وحده اخرى كتقول دابا ها هو العام دخل، شنو غادي ندير فيه، شنو هما الاهداف ديالي، واش من نوايا غادي نحط، كيفاش ممكن نقاد الحياه ديالي. في جميع الحالات نبغي نقول لك واحد الحاجه مهمه، وبغيتك تعرفي بان الحياه ديالك كيما هي دابا حاليا نتيا كتشوفيني، بو امبورط فين نتيا وكيفاش الحاله ديالك نتيا حاليا، بغيتك تعرفي بان ممكن انك تبدلي الحياه ديالك. هاد الهضره شحال سمعناها ويلي كلشي تيقولها، وشحال من وحده قالتها وشحال من واحد قالها وما صدقنا من والو وما عرفنا والو، كلشي تيقول لنا قادوا في لي زوبجيكتيف ديالكم، ولكن ما درنا والو وما قادينا والو وما بان لينا والو. واخا خليني نقول لك واحد الحاجه اللي بغيتك تعرفيها في هذا الاول ديال العام. بغيتك تعرفي بان ممكن من دابا، من هذا الفيديو اللي نتيا كتشوفي فيها دابا، واخا ما متيقانيش يعني ماشي مشكله انك تيقني ولا ما تيقنيش، ماشي مشكله. انا المهم عندي هو انك تقولي بوتيتر ان هدى عندها الحق، اشنو خسرت الا جربت الهضره اللي قالت. بغيتك تعرفي بان ممكن تبدلي الحياه ديالك من هاد النقطه دابا وهاد التوقيت وهاد الزمان وهاد المكان اللي نتيا كتشوفيني فيه. ممكن ممكن. كيفاش؟ بهذا. وجربي انتي شنو خسرتي، بغيتي نعرف شنو خسرتي اكثر من داك الخساره اللي كانت عندك العام اللي فات واللي قبل منه اونكور اللي قبل. زعما شنو زعما غادي يوقع كاع الا تيقتيني وقلتي بوتيتر بين هاد الهضره هي هذيك. كاينين واحد القوانين خاصنا نعرفوها في الحياه. في الاول كنبداو فكر، يعني غير غادي تسمعي الفكره وغادي تقولي كاينه شي حاجه سميتها هكا، كاينه شي حاجه بحال هكا، يعني غير فكريا، غير الافكار ديالك اللي ممكن ترون واحد شويه. غتبداي الحياه ديالك ما غاديش تبدا تبدل، ولكن غتبداي تفكري وتدخلي لدماغك واحد الافكار اللي ما كانتش عندك في العام اللي فات. علاش؟ لان بديتي كتوعي، بدات المعرفه ديالك كتطلع كترتفع، بديتي كتعرفي شي حوايج ما كنتيش عارفاهم من قبل، اولا كنتي عارفاهم ودوزتيهم قلتي نو سا مارش با سا فونكسيون با، ومن بعد طلعت لك عاوتاني هاد لا فيديو كتقولي بوتيتر ممكن ان يكون هاد لا فيديو رساله ليا باش نبدا حياه جديده، اولا باش نبدا واحد التغيير معين، اولا باش نبدا نخدم على واحد لي زوبجيكتيف معينين، اولا باش نبدا نحط واحد النوايا معينه. كما قلنا كاينين واحد القوانين في هاد الحياه من الافضل اننا نعرفوهم. هاد القوانين دايزين على كل شيء، وانا فايت ليا تكلمت على هذا الموضوع بزاف، يعني في بزاف ديال لي فيديو ديالي، ولكن مهم انني نعاود نذكر بالموضوع ما فيها بس. كاينين واحد القوانين بحال اللي كاين قانون ديال ما تدوزيش يعني في الحمار، ما نديروش هكا ما نديروش هكا. كاينين قوانين ديال الحياه اللي خصنا نتبعوها وخصنا نحترموها، وكاين واحد القوانين اللي هي على الصعيد الكوني، اللي هي خدامه فين ما كنتي، اللي هي غادي تخدم عليك سواء عرفتيها سواء ما عرفتيهاش. دونك من الافضل انك تعرفيها وانك ديري بها. هاد القوانين انا منين بديت كنعرفها تقريبا، يعني هادي واحد 9 سنين 8 سنين ونص بحال هكاك. دماغي حسيت بيه بحال الا 10 ديال البولات تحلوا اولا تشعلوا دقه واحده، يعني تنقول واو واش هادشي كاين، زعما انا الا تبعتو فين ممكن نوصل. داكشي علاش بغيتك حتى نتي تصنتي ليا مزيان وتشوفي لي فيديو سواء اللي جايين سواء اللي كانوا قبل، باش تشوفي الحياه ديالك كيفاش غادي تمشى. وكما قلت لك قبل ما خسرتي والو الا جربتي، ما غاديش تخسري بلوس كو داكشي، لا ما غاديش تخسري. هاد القوانين مهمين اننا نعرفوهم في الحياه. من اهم القوانين اللي نورمالمون غادي تكوني فايت لك سمعتي عليها هو قانون الترددات وقانون الجذب. علاش هضرت لك عليهم بجوج؟ لان هما تقريبا ماشي نقول واحد تحت واحد ولا واحد فوق واحد، لا يعني تقريبا هما شفتوا تقريبا هما يعني بحال قانون الترددات كيقول بان اي حاجه على هذا الكون عندها واحد التردد معين، بحال لي فريكونس ديال الراديو. داك
داك الترددات ديال الراديو، يعني منين كديري مثلا جو سي با مو 160 ام ولا 90 اف ام، يعني كتكوني منتظره 90 اف ام اولا 160 ام مثلا. يعني كذلك الكون يعني، وكل ما يحيط بنا، كل اللي داير بينا، سواء اشخاص، سواء مواد، سواء حيوانات، اي حاجه اي حاجه. وكاين قانون الجذب اللي كيقول بينا حنايا كنجذبوا داكشي اللي حنايا عليه، او حنايا كنجيبوا داكشي اللي حنايا عليه، او حنايا كنعيشوا في الحياه ديالنا داكشي اللي حنايا عليه. يعني الا كنتي دائما كتحسي بالحزن مثلا، يعني وعزيز عليك داك الاغاني الحزينه وطوال الوقت يعني في داك الشيء، غادي تجذبي لراسك او غادي تجيبي لراسك اشخاص على نفس التردد، اشخاص اللي عندهم الحزن سهل، اماكن كتضر في القلب، احداث حتى هي عامره بالحزن. دونك نخليك تشوفي انت على اي تردد واي حاجه كتجذبيها الحياه ديالك منين جايه، من اي شعور جايه. هاد جوج ديال القوانين مهم انك تعرفيهم في الاول ديال بغيت نبدل حياتي انا، هاد الحياه ما مسلكانيش بحال هكا، هادشي ما عجبنيش، ما بالياش فيه. مهم انك تعرفي هاد جوج ديال القوانين، قانون الترددات، كل شيء كيعطي واحد التردد كيرسل وكياخذ واحد التردد، وقانون الجذب انتيا كتجيبي الحياه ديالك داكشي اللي انتيا عليه، ماشي فورسيمون داكشي اللي بغيتيه، ولكن داكشي اللي انتي عليه، بمعنى داكشي اللي حاسه به، داكشي اللي كتشعري به، هو اللي كتجذبيه الحياه ديالك. الا عرفتي هاد جوج ديال القوانين او ديبي بعدا على الاقل في البدايه، فاش هادشي غادي ينفعك. الا لا هادشي غادي ينفعك، فانك غادي تعرفي بان تقدري تبداي تبدلي الحياه ديالك من دابا، من الفكره اللي غادي تطيح لك في البال ديالك دابا. يا اما غادي تقولي علاش لا نشوف الترددات اللي حولي كيفاش دايره، نشوف داكشي اللي انا خايفه منه، المشاعر ديالي فين غاده، داكشي علاش انا عندي في حياتي يعني هاد الاشخاص المعينين، هاد الاحداث دائما كتكرر عندي في الحياه ديالي، علاش دائما ملي كندخل هاد البلاصه كيتسد عليا قلبي، علاش دائما ملي كنشوف هاد الناس ما كنكونش مزيانه، علاش دائما ملي كنشوف هاد المجموعات دائما كنكون مرتاحه. يعني غادي تخليك تفهمي داكشي اللي داير بيك بعدا نعرفوا راسنا فين حنا باش نعرفوا فين غاديين، باسكو ما تقدريش تزيدي القدام وانتي اصلا ما عارفاش راسك فين واقفه. خاصك تعرفي بعدا انتي معامن شنو واقع، شنو هو الشعور ديالك، الناس اللي دايرين بك، الخدمه ديالك، القرايه ديالك، داركم، يعني فين انا فين جو مو سيتو او اكزاكتومون. عاده تعرفي راسك فين غادا، او عاد تقدري تعرفي راسك فين غادا، او تهيئي راسك فين غادا. حاجه اخرى اللي مهمه في هاد القوانين اللي عرفتيها، هو انك غادي ديري في بالك، او الفكره غادي تنبع في الدماغ ديالك، في اللاوعي ديالك، بان ممكن تغيري الحياه ديالك بلا ما تحتاجي يعني لشخص اخر. يعني انت بوحدك كافيه انك تبدلي، نيه وحده منك كافيه انها تبدا تبدل الحياه ديالك. وهادشي اللي غادي نطلبوا منكم اليوم، بيسكو حنايا في الاول ديال العام، غادي نطلب منك انك تنوي شنو بغيتي، لاش باغا توصلي، على الاقل هاد العام الجديد، يعني فين باغا توصلي. اجي يا فلانه بداي تخدمي على شي حوايج واخا يكونوا صغارين، غير نشوف واش هادشي خدام ولا غير تيهضروا عليه، غير نعرف واش واقف على الدنيا، غير نعرف واش فريمون انايا غير نبقى تابعه الدنيا وجراني بحال الا شي حد جارك من شعرك وغادي بك. ما عندكش الاختيار، غير انت غاده وتابعه المجموعه وتابعه الدنيا ونشوفوا شنو هيكون اليوم. انت ما كديري حتى شي حاجه، لا بنيه ولا بهدف ولا بماده ولا بتا شي حاجه، غير غاده. دونك علاش لا ما تبدايش انك تبداي تبدلي شويه في الانفيرونمون ديالك، في المشاعر ديالك، في المعرفه ديالك، في الوعي ديالك، باش تبداي تعرفي راسك فين غاده. بالنسبه للقانون الجذب، الا بغيتو تعرفوا عليه اكثر غادي تشوفوا بان كاينين بزاف ديال لي فيديو اللي كيتكلموا على هذا الموضوع، كل واحد يعني كيعطي الطريقه ديالو في الموضوع. وانا قبل يعني فيديوهات عندي قبل متكلمه بشكل تفصيلي على قانون الجذب. كذلك قانون الترددات مهم انك تعرفيه باش تعرفي الترددات ديالك، يعني انت على اي دبدبات انت لا فريكونس ديالك حاليا شنو هي، الناس اللي دايرين بك. بعد خطرات كتشوفي واحد الوجه كتقولي قلبي تسد، يعني ماشي بالضروره انك تبقاي جالسه معاه، لي فريكونس ديالكم ما موالمينش، دونك نبعدوا.
كاين بزاف د الحوايج اللي ممكن نديروهم باش اننا نبدلوا الترددات ديالنا. المكان كي ياثر علينا، الاشخاص كتاثر علينا، المشاعر كتاثر علينا، الافكار والمعتقدات كتاثر علينا. دونك كاين شي حوايج، ما نقول لك بزاف د الحوايج، كاين شي حوايج اللي غادي نخليك انك تمشي تبداي تقلبي عليهم باش تعرفي راسك فينك، فين نتيا، في اي موضع نتيا باغا تمشي لشي بلاصه. اوكي، شنو اللي نقدر نحيد، شنو اللي نقدر ندخل، وشنو اللي نقدر نخلي، ماشي مشكله. كاينين قوانين اخرى اللي حتى هما غادي نهضر لك عليهم باغ لا سويت، و حتى هما غادي يعاونوك بشكل كبير، اولا بالمعرفه ديالهم، ثانيا بالتطبيق ديالهم. غادي تشوفي بين الحياه ديالك بدات كتبدل. كما قلت نتيا ما خسرت شي حاجه، او كونترير غادي تشوفي شي حوايج، خصوصا في الاول، خصوصا في الاوائل ديال طريق الوعي وهادشي ديال التنميه الذاتيه. منين كنبداو في قانون الجذب، الكون كيعطيك واحد الحويجات زوينين، الكون كيعطيك واحد الرسائل زوينين. يعني تيقول لك غير اجي عرفتي دابا بان انت تقدري تقدي الحياه ديالك بالضبط كما بغيتي، بالافكار ديالك والمعتقدات ديالك. واش عرفتي بان الشعور ديالك كيتحكم هنا وكيتحكم هنا، عرفتي بان النوايا ديالك يقدروا يبدلوا بزاف ديال الحوايج. عرفتي واجي نعطيك شي حاجه زوينه، تيعطيك بحال ان كادو. سورتو ديبي في الاول تيكونوا بزاف ديال الحوايج زوينين كيوقعوا. دونك هذا كيعاونك تكون بحال النشبه. دونك هذا كيعاونك في انك تمشي بداك الطريق. في هذا الاول ديال العام نتمنى انك تفيقي فعلا زعما، نتمنى انك تحلي عينيك وتحاولي يعني ديري اندوت اولا الشك في الافكار ديالك نتيا، يعني شاده فيها واحد الشده ديال الغضيض وكتقولي لا هذه الافكار ديالي ملي كنت صغيره وتربيت هكا وكبرت بحال هكا وغادي نبقى بحال هكا. انا ما كنهضرش على التقاليد، ولكن كنتكلم على المعتقدات. داكوغ، تقاليد انت اللي عارفه راسك، انا ما نقدرش ندخل في هذا الموضوع. ولكن المعتقدات والافكار احيانا يعني غالب الاحيان ممكن يدمروا لنا الحياه ديالنا وكنبقاو شادين فيهم. يعني شي حد عطى لنا واحد الفكره، قال لنا هاد الفكره خاصها تبقى عندك دائما. دونك انت اللي غادي تقدري تعرفي شنو عندك هنا، وكذلك نعرفوا ونفهموا بينا كاين واحد الكنز ربي عطاه لينا، هو الدماغ ديالنا، وخصوصا العقل اللاواعي. العقل اللاواعي البنات راه واحد لو بوفوار، واحد القدره عندنا، واحد الطاقه عندنا اللي حنا ما داريينش بها. منين كنبداو نعيقوا بها كنبداو نشوفوا واحد الحوايج اللي ما كنتيش كتقولي اصلا غادي يوقعوا. بديتي نتيا بالافكار ديالك، بالمعتقدات ديالك الجديده، بالمراسي ديالك الجديده، بالنوايا ديالك الجديده، بديتي كتخليهم يوقعوا في الحياه ديالك. ماشي مهم المده، يعني حتى ولو كنا يعني منين كنخدموا على الاهداف كنقول واخا عطي واحد المده معينه يعني الهدف ديالك، عطي واحد لا بيريود، ولكن ماشي بالضروره ان في داك لا بيريود بالضبط يكون داك الهدف محقق. لان كون ما درتيش داك لا بيريود، وكون ما درتيش هذاك الهدف، وكون ما مشيتيش في داك الطريق، ما غاديش تشوف واحد الحاجه اخرى اللي انت كنتي ناويها من قبل. الرساله جاتك دابا، نتيا اللي في يدك اللعب، نتيا اللي غادي تشوفي واش فعلا يعني غادي تستافدي من هذه الرساله وغادي تقولي بوركوا با هادشي جا ليا باش نسمعو انا، باش نفيق انا، باش نتبدل انا، باش نغير داكشي اللي عندي انا. اولا غادي تقولي هذه غير فيديو بحال كاع الفيديوهات وغادي تدوزيها وما غادي ديري بها حتى شي حاجه. ما تنسيش الرساله جاتك، والرساله منين كتجي مره شويه خفيفه، المره الثانيه شويه قاصحه، وكتبقى غادا وكتقصح حتى تيجي واحد الوقت يعني ما غاديش تقدري عليها، ما غاديش تقدري على الثقل ديالها، غادي تجي صعيب عليك انك تدوزيها. انت اللي عارفه.